السلام عليكم. معكم محمد رفقة في تقرير عن ويندوز 10. هذا التقرير يتمحور حول مميزات ويندوز 10، وأتمنى أن يعجبكم هذا التقرير، ولا تنسوا الضغط على لايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة للجميع، وشكرا. ويندوز 10 رسميا تم إطلاقه للمستخدمين بعد شهور من النسخة التجريبية، ويستطيع أصحاب نسخة ويندوز 7 8.1 الترقية مجانا للنظام الجديد، والأولوية لأصحاب النسخة التجريبية ومن ثم الطلبات المسبقة. وأهم ما جاء به النظام وهو متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد، ومن خلال تجربتي الأولية يبدو المتصفح سريع وسهل الاستخدام، ولكن هناك صعوبة نسبية في تركيب المفضلة. أولا نلاحظ عودة قائمة إبداء التي افتقدناها في نظام ويندوز 8، حيث تم توفير قائمة ذات شكل جذاب في هذه النسخة الجديدة، مع إمكان المستخدم أن يتحكم في حجم الأيقونات، وكما أصبحت خاصية تغيير حساب المستخدم وإغلاقه أكثر سهولة. ثانيا، ومع نافذة أكشن سنتر كما هو الحال في الهواتف الذكية، تمكن هذه الميزة من استقبال آخر إشعارات تطبيقاتك وتحديثات النظام. رابعا، خاصية تاسك فيو توفر تجربة مشابهة بنظام أوبونتو، وكما يمكنك التنقل بين النوافذ المفتوحة والتطبيقات بسرعة وسهولة، ومع إمكانية إنشاء أكثر من سطح مكتب والتنقل بينهم. خامسا، خاصية سناب فيو، والتي سوف تتيح للمستخدمين التحكم في نوافذ التطبيقات، حيث أصبح بإمكاننا الآن تحديد أبعاد الشاشة والتحكم بها بسلاسة وسرعة. سادسا، اختار مايكروسوفت ويندوز 10 أن يكون نظاما واحد ومتجر واحد، ليأتي بكافة منصات تشغيل مختلفة كالأجهزة المكتبية واللابتوب، وأيضا الهواتف الذكية والتابلت بمختلف المقاسات والأحجام، بالإضافة إلى منصة تشغيل الألعاب إكس بوكس، وكما أن متجر ويندوز 10 يمكن استخدام تطبيقاته على جميع منصات التشغيل. وفي الختام، وبعد استعراض أهم مميزات النظام، ماذا أعجبك به؟ وماذا كنت تنتظر من ويندوز 10؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على لايك ومشاركة الحلقة والانضمام إلى قناتنا، وشكرا.